السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهارده بإذن الله هنحل امتحان متوقع أو هنراجع على مادة التربية الفنية اللي هي الرسم للصف الأول إعدادي الفصل الدراسي الأول امتحانات نصف العام. ويلا بينا نشوف عندنا هنا في الصف الأول إعدادي الفصل الدراسي الأول أساسيات في الفن. يعيش الفن معنا في كل مظاهر الحياة حولنا، فهو شيء جميل يظهر في جمال الأشجار بفروعه وأوراقها، والشمس التي تنعكس أشعتها في عناصر أو في على العناصر جمالا وضياء، ولمعان القمر والنجوم في سماء الليل، والازدهار أو الأزهار والورود بتنوع أشكالها وألوانها، والحيوانات والطيور والأسماك. كل هذا يدل على جمال الكون وإبداع الخالق سبحانه وتعالى. طيب يا مس، ندخل على الأسئلة. عندنا أكمل العبارات الآتية. رقم 1: يتكون أي عمل فني من مجموعة من العناصر الأساسية منها نقط A. طيب العمل الفني بيتكون من مجموعات. طيب بيتكون من مجموعة من العناصر الأساسية اللي هي إيه؟ النقطة والخط والمساحة واللون والملمس. يبقى لما تجيلنا في الامتحان يتكون أي عمل فني من مجموعة من العناصر اللي هي النقطة، الخط، المساحة، اللون، الملمس. طيب رقم 2: الملمس هو صفة للسطح، منها سطح ناعم وآخر خشن. طيب 3: نقط هي أبسط عناصر العمل الفني. يبقى النقطة هي أبسط عناصر العمل الفني. رقم 4: الأثر الناتج عن نقطة متحركة أو مجموعة متلاحقة من النقاط يسمى النقط. إيه هو الأثر الناتج عن نقطة متحركة أو مجموعة متلاحقة من النقاط؟ يسمى إيه؟ يسمى الخط. طيب يا مس، رقم 5: من أنواع الخطوط الخط نقط والخط نقط والخط نقط. أنواع الخطوط عندنا الخط المستقيم والمنحني والمنكسر. يبقى أنواع الخطوط عندنا مستقيم، منحني، منكسر. رقم 6: مجموعة الألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والأزرق النيلي والبنفسجي تسمى ألوان نقط. الألوان أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، بنفسجي تسمى إيه؟ ألوان الطيف. طيب رقم 7: دائرة الألوان تتكون من مجموعة الألوان نقط والألوان نقط. دائرة الألوان تتكون من مجموعة الألوان إيه وإيه؟ الألوان الساخنة والباردة. طيب يا مس، رقم 8: مجموعة الألوان التي تنتج من خلط الألوان الأساسية تسمى ألوان نقط ونقط. طيب الألوان أو مجموعة الألوان اللي بتنتج من خلط الألوان الأساسية تسمى ألوان إيه؟ ألوان ثانوية أو مركبة. ونخلي بالنا عشان الحاجات دي لما تجيلنا في الامتحان. يبقى الألوان إيه؟ الألوان اللي بتعطينا الإحساس بالدفء الألوان الساخنة. يبقى الألوان الساخنة من الألوان اللي بتعطينا الإحساس بالدفء ومنها اللون الأحمر. اللون الأحمر لون بيبعث على الإيه؟ على الدفء. طيب رقم 10: الألوان الباردة مثل اللون نقط واللون نقط تعطي إحساس بالبرود. إيه هي الألوان الباردة زي ما بيقولوا؟ اللي هي اللون الأزرق والأخضر. يبقى الأزرق والأخضر بينها ألوان باردة. حتى الأبيض ممكن نلاقي مثلا اللون الأبيض ممكن أنا بلاقيه لون بارد. الواحد مثلا لما يكون داهن الأوضة بتاعته لونها أبيض بحس اللي هي باردة. طيب يبقى الألوان الباردة زي اللون الأزرق واللون الأخضر. رقم 11: مجموعة الألوان نقط ليست من الألوان الساخنة أو الباردة، الحيادية. في ألوان حيادية، مجموعة الألوان لا هي ألوان ساخنة ولا ألوان باردة. طيب رقم 12: الألوان الحيادية هي اللون نقط ونقط ونقط ونقط. طيب إيه هي مثل الألوان الحيادية؟ الأبيض، أسود، رمادي، بني. يبقى أبيض، أسود، رمادي، بني دي الألوان الإيه؟ الحيادية. رقم 13: يلعب الخط دورا مهما في تكوين نقط. الخط بيلعب دور مهم في تكوين ايه؟ الاشكال والمساحات. طيب يا مس، عندنا هنا رقم 2: ضع علامة صح او شرطة كده او علامة غلط، هي تعتبر صح او غلط. رقم 1: الالوان الحيادية تتغير باضافة الالوان الساخنة او الباردة اليها، طبعا صح. رقم 2: لا يمكن التنوع في حركة الخط واتجاهه، طبعا غلط. ليه؟ لأن احنا ينفع ان احنا نتنوع في حركة ايه؟ في حركة الخط. رقم 3: من الألوان الأساسية أصفر، برتقالي، بني، لا طبعا. ليه؟ لأن الألوان الأساسية أصفر، أحمر، أزرق. يبقى الألوان الأساسية أصفر، أحمر، إيه؟ أزرق. رقم 4:
الألوان الثانوية أو المركبة تنتج من خلط الألوان الأساسية مثل الأخضر والبنفسجي والبرتقالي. صح. طيب رقم 5، التوزيع المعماري للأشكال يعتمد على صنع الزوايا من تقابل الخطوط الرأسية والأفقية. طبعا إيه؟ طبعا صح. طيب يا مس، رقم 6، الضوء هو أساس الألوان ويتكون من 4 ألوان. لا، ليه؟ لأن الضوء بيتكون من كام لون؟ 7 ألوان. رقم 7، الخط واللون والمساحة من عناصر العمل الفني. طبعا إيه؟ طبعا صح. طيب يا مس، عندنا هنا الحضارة المصرية القديمة. الحضارة المصرية القديمة هي واحدة من أعرق الحضارات على مر التاريخ. أبناء الإنسان المصري القديم وقدم الحضارات العريقة سبق حضارات شعوب العالم اللي هي حضارات إنسانية، فقد تركت مجموعة من الآثار والعلوم والفنون وما زال الكثير منها يشكل لغزا محيرا لكثير من من العلماء. طيب يا مس، تعال نشوف عندنا هنا، نكبر الصورة شوي. عندنا هنا رقم 1، هرم سقارة للملك زوسر من أقدم الأهرامات في عصر الدولة القديمة. طبعا صح. يبقى هرم سقارة للملك زوسر هو أقدم الأهرامات في عصر الدولة القديمة. رقم 2، معبد الدير البحري الملكة حتشبسوت من أعظم الآثار المعمارية في الدولة الوسطى. طبعا صح. رقم 3، لم يكن لنهر النيل تأثيرا على الفن المصري القديم. طبعا غلط. ليه؟ لأن نهر النيل هو من العوامل الأساسية اللي أثرت على قيم الحضارة أو الفن المصري القديم. رقم 4، أهرامات الجيزة الثلاثة هي من أعظم الأدلة على ازدهار الحضارة المصرية. طبعا صح. رقم 5، لم تؤثر العقيدة الدينية على الفنان المصري القديم. طبعا غلط. طبعا صح. إيه هنا عندنا غلط. ليه؟ لأن العقيدة أثرت على الفنان المصري القديم، يبقى العبارة خاطئة. طيب رقم 6، تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري بإيطاليا من أعظم تماثيل الدولة الحديثة. طبعا صح. رقم 7، أثرت عقيدة البعث والخلود على فن النقش والتصوير في الفن المصري القديم. طبعا صح. ليه؟ لأن احنا مثلا لو رحنا الأهرامات هنلاقي إيه أو في زي ما بيقول برديات كتير عن حكاية البعث والخلود. طيب رقم كام؟ رقم 8، صنع تمثال الملك خفرع الشهير من الحجر الجيري. طبعا خطأ. ليه؟ لأن هو مصنوع من حجر ايديوريت الأسود. طيب رقم 9، نقش على جدران المعابد والمقابر المصرية القديمة مشاهد من الحياة اليومية. طبعا صح. 10، من أهم النقوش على المعابد مشاهد الصيد المختلفة. طبعا صح. طيب أنا بقولها صح عشان هي العبارة هنا مكتوبة، ونخلي بالنا عشان لما تيجي نركز فيها أكتر. يعني أنا عارفة الإجابة هنا مكتوبة جاهزة، فعشان كده أنا بقرأها. انتوا بقى لما تيجوا إن شاء الله تفتحوا الفيديو وتتفرجوا على الفيديو ويعجبكم بإذن الله، ركزوا أكتر عشان لما تيجي في الامتحان تكونوا انتوا عارفينها وتحلوها صح إن شاء الله. طيب رقم 11، لم يكن هدف الفن المصري القديم خلق آثار خالدة. طبعا غلط. ليه؟ لأن الهدف الفن المصري القديم كان له هدف في اللي هو يخلق آثار خالدة. طيب رقم 12، كانت الأشكال في الفن المصري القديم على درجات من الانتظام. طبعا صح. 13، الإيقاع في الفن المصري عنصر هام يؤدي إلى تماسك التكوين وترابط أجزائه. طبعا صح. 14، أعمال التصوير والنحت في الفن المصري القديم لم تحقق مفهوم الوحدة. طبعا غلط. ليه؟ لأن هي حققت مفهوم الوحدة الموجودة هنا. طيب رقم 15، استبعد الفنان المصري القديم الظلال القابلة للتغيير واهتم بما هو حقيقي. طبعا صح. 16، لم يلجأ الفنان المصري القديم إلى المبالغة في أعماله. طبعا غلط. ليه؟ لأن الفنان المصري لجأ إلى المبالغة في أعماله. طيب 17، رتب الفنان المصري عناصره في صفوف بينهما خطوط تمثال مستوى الأرض. طبعا صح. 18، أخذت الأشكال في الفن القديم تخطيطات هندسية أو مائلة للاستدارة أو مثلثات. طبعا طبعا صح. طيب يا مس، عندنا هنا اللي بعد رقم 3، أكمل مكان النكت بكلمات مناسبة. رقم 1، اعتمدت الفنون في الحضارة المصرية القديمة بشكل عام على الرموز. يبقى الفنون في الحضارة المصرية القديمة اعتمدت بشكل عام على على الرموز. طيب رقم 2،
تم فك رموز الكتابة الهيروغليفية بعد اكتشاف طبعا حجر رشيد. طيب يبقى فك رموز الكتابة الهيروغليفية بعد ما اكتشفوا حجر ايه؟ حجر رشيد. 3. ارتبط الفن المصري القديم بالعقائد الدينية. 4. من العوامل التي أثرت على الفن المصري القديم نقط ونقط ونقط ونقط. طيب ايه هي العوامل اللي أثرت على الفن المصري القديم؟ النيل طبعا أول حاجة، الصيد، الزراعة، الحيوانات. رقم 5. من أقدم الأهرامات في الدولة القديمة هو هرم نقط الملك نقط. طيب من أقدم الأهرامات للدولة القديمة اللي هو الهرم سقارة. طيب للملك مين؟ الملك زوسر. طيب رقم 6. الأهرامات الثلاثة للملوك خوفو وخفرع ومنقرع موجودة فين؟ طبعا في أهرامات الجيزة. طيب رقم 7. عبرت التماثيل في فترة الدولة الوسطى عن نقط الملك. طيب التماثيل كان ليها دور اللي هي عبرت عن نقط الملك عن ايه؟ عن قوة الملك. طيب 8. صنع تمثال الملك أمنمحات الثالث من حجر الجرانيت الأسود. 9. يقع معبد الدير البحري الملكي حتشبسوت على الايه؟ على الشاطئ الغربي للنيل. 10. أثرت عقيدة نقط ونقط على الفن، النقش والتصوير الفن المصري على ايه؟ على طبعا البعث والخلود. 11. نقش الفنان المصري القديم على جدران المعابد والمقابر مشاهد من ايه؟ من الحياة اليومية. طيب 12. كان دور الفن المصري في مصر القديمة هو التعبير عن القيم نقط وخلق آثار خالدة. يبقى دور الفن في مصر القديمة هو التعبير عن القيم ايه؟ عن القيم المجردة وخلق آثار خالدة. طيب 13. ظهر نقط في حركة الأشخاص خلال مشاهد المعارك والرقص والصيد اللي هي الايه؟ الإيقاع. وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي الاختبارات مع المواد، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. وما تنسوش زي ما احنا متعودين تدعوا لاخواتنا في فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.